فدايا غرادير ونيدا جمو من سعين أي غارد مقعد جتشو أي وهو سعيد أفيح مقابوتاتي وهو سعيد إني غاري دري أفيح بلو تهيدا دري بلو تهيدا نسوني دري بلو تهيدا جان فكان عمر أي مناصع جتشون أي غارد كان آخر عين موضع آخر المدينة من ناحية البقيع جامع غارد كان منصع من النسوع وهو الخلوص غار لخلوصه عن الأبنية والأماكن كان الراقل لا داجد مناصع بك جدمكن أيام مال جتنينيا فكان عمر نتاي يقول للنبي اللهم صل على محمد وسلم رسول ربي تنكني جوتاي واحجب نساءك أرجي دبرتوتا كان كيد أرجي كجوتاي فلم يكن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم رسول ربي مونتاني يفعل ككنا دلغون تانيا فخرجت سودة بنت زمعة رسول ربي كان كدلغون تاني ما أمر به عمروكا أيوان مرغاري دتجج يمنعهن من الخروج من البيوت منابه درغي جوكنا أيا كاجا جنتاني رسول ربي دا ككنا دلغون تاني أكم غاري دكنا قد أجر الرجال أكم تهاجر الرجال المنامات الركتومي كان كدلا قنتان رسول ربي فخرجت سودة بنت زمعة فخرجت نبات سودة بنت زمعة سودان تلي زمعة نبات زوج النبي اللهم صل على محمد وسلم دبرتي رسول ربي آتبنا رسول ربي داني بات ليلة الكتوكو كيستي نبات من الليالي عشاء الكنوان الراكن تاتي الكننسون إشاء يرو إشاء كيستي نبات الرابد لغوتا ليلة نيسان الرابد لغوتا وكانت امرأة طويلة وكانت نتاتي امرأة طويلة أيا غاري دكنا مچيو ديرتو دتاتي سينيا فناداها عمر فناداها إسيتني للبي عمر إسيت للبي لقد عرفناك يا سودة على لقيا جدين براجد قد عرفناك دقمت سبين نجر يا سودة جين حرصا على أن ينزل الحجاب بولولو دابجتش لا ينزل الحجاب حجاب نبورتي بولولو دابجتش جتش كنجئيا hijaabni gaariidha kana bu'uu irratti ayyaa gaarii bololuu isaatiif jecha je'e cumariya فأنزل الله آية الحجاب gaariidha akka kana alaa nuzuulil hijaabi فأنزل الله الله النبوسه آية الحجاب آية حجاب الله نبوسه فأنزل الله النبوسه الحجاب جنان حكمي حجابات بوسيا عن أنس رضي الله عنه قال آية غاري حكمي حجاباتي جي الله بوسيا حجاب نغاري دكنا كوني كمي فإن قلت غار قال هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وفي أي وضوء أنه قبل الحجاب قال الكرماني لعله وقع مرتين ومراد أن خروج سودة للبرازي ويا وقول عمر لها ما ذكر وقع مرتين لا وقوع الحجاب ليس غار في الحديث ما يدل لذلك ولم يقل أحد بتعدد الحجاب وليس المراد نزول مرتين على نوعين آية غاري دكان ميمال جتنين يا أما غاري دكان حجاب مناتمو حجاب مناتم دي أي حكم الحجاب وفي رواية فأنزل الله آية الحجاب واعلم أن الحجاب آية غاري ثلاثة هو الأمر بستر وجوههن يدل عليه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية الثانية الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس يدل عليه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يكون آية إجابة منات ما قال رجاء من أقول توجدت والثالث الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية فإذا خرجنا لا يظهرن أي غاري دكان شخصهن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها سترت شخصها حين خرجت وزينب غاري عملت لها قبة لما توفيت أي غاري عملت لها قبة لما توفيت ويدل على ذلك وللمؤمنين وكل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أي وكانت لهن غاري في الستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات أي بالظلم لأنهن كن يخرجن بالليل ولو مع عدم ستر وجوههن بالثياب ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب لكن ربما كانت أشخاصهن تتميز ولهذا قال عمر
هي قد عرفناك يا سودة جد. وهذه هي الحالة الثانية. ثم لما اتخذ الكنوف في البيوت منعهن الخروج هي قاري كان منها. وهي الحالة الثالثة. إذا تكرر هذا فيحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنس الشامل للآيات الثلاث المذكورة ويراد بها العهد والمعهود واحدة وهي الآية قارئة كان على منعهن الدالة على منعهن من الخروج من البيوت. لكن في سياب أعوانات فأنزل الله الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية. وهو يقتضي أن سبب نزولها قصة سودة المذكورة والثابت في أن سببها نزول قصة زينب آية قاري بالجهل لما أولم عليها النبي صلى الله عليه وسلم مدافو بوجهتشو أتودن داما آية حجابني قاري أستي دبتا ماجر كن حجابا مناتمو حجابا آلات جنان حجابا قاري دكنا مناتره girdoo mana keessan keessaa hin baynaa bayinsi gaarii dakkan isin irratti dhorgaadhaa jechuudha. Ayaa gaarii dakkan jalbaabnoo katti uffatanii bahan hijaabnoo gaarii kama gaarrajaa manaati mana keessatti gaarii dakkona godhatan san. أيامي مال جتنيني أنس رضي الله عنه قال أيا قال نجده كان النبي اللهم صل على محمد وسلم رسول ربي داني تيا إذا خرج لحاجته يقوى جاساتي أيا بأو فده أجيء أنا وغلام أجيء نندفع أنا أنيفي وغلام قربان توكو غاري داني دفنا معنا كنا وجنين تي قربان سني معنا كانوا وجنين تين وران سارا معنا إداوة جري معنا هالا وجنين تين إداوة جنا ويل كان مما إن بشان الراتيا وفي رواية من ماء وعنزة وفي رواياتكم مما إن بشان الراكنتي مملوءة غاري مما إن وعنزة جنان غاري دكنايا هالا مرچون وعنزة أي وعنزة جنان وعنزة جرين وعنزة جري خطأ ماجد وفي رواية من ماء يا بشان الراء وعنزة يا غاري دكن وعنزة جري أما غاري دكن عنزة جري يا غاري دكن نسبي كراي وعنزة جري رفيل لك راجل يا بشان الراء غاري عنزة الراء آية معنا إداوة وعنزة موجد تفتقافزا معنا إداوة نوجني ويلكاني في وعنزة جنان غاري دمسراتني نوجني جرا كانوا وجني جرو هالتين يستنجي بالماء بشانين استنجابا فترسول ربي بشانين استنجابا فترسول ربي. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم رسول ربي دانجي إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء إذا شرب يقول أحدكم تكون كيسني فلا يتنفس في الإناء داخل إناء كيسة فورا بافتية وإذا أتى الخلاء فلا يقول في